اول حاجه خالص في الاضاءه، لو انت شغال انتيريور بقى اكستيريور، انا عن نفسي بفضل ان انا احط HDRI، والاتش دي ار ايز بتاعت الكوزموس براوزر كويسه، في حاجات بالنهار مختلفه، في اماكن، في سما بس، في بالليل تمام، وفي استوديو الاضاءه بتاعت الاستوديو عادي لو انت بقى شغال لبرودكت مثلا معين او حاجه. فاحنا خلي الستيم بتاعنا هنا ده بالنهار، تالي دي كويسه خلاص. اول ما بتعمل امبورت بتلاقي نزل عندك البتاع ده، تقول لي ايه يا هشام البتاع ده اسمه دوم لايت فيري دوم. ما بنلعبش في البارامترز بتاعته خالص، هو في HDRI هنا، يعني هي كويسه الى حد ما، طبعا مش احسن حاجه. ماشي ندخلها كده تلاقيه يغيرها، هو بيغيرها اوتوماتيك طالما انت واقف على نفس الدوم، هو بيغيرها لك. بص كده بقت احلى شويه. تقول لي بس يا هشام هي مش حلوه قوي، يعني مش احسن حاجه، مش حاسس ان الريندر ده اجمد حاجه في الدنيا. اقول لك استنى عليا شويه، عشان انا لسه كنت بقول لك ان انا احط شمس فيري صن، نحطها كده. يلا نعمل كده. في حركة حلوة قوي ساعات بحب استخدمها، وتعالى اعرفك عليها برضو، اسمها جلوبال سويتشز. هندوس على اوفر رايت ماتيريال ونختار الماتيريال البيزك خالص. ليه؟ عشان وانت بتظبط الاضاءة هتبقى الماتيريال كلها بلون جراي، فتقدر ان انت تعرف الاضاءة بتاعتك دي مظبوطة لا حلو كده ولا لا، في نفس الوقت عشان الرندر بتاعك يبقى اسرع، ما يبقاش فيه ماتيريال كتير. وهقول لك على حركه كمان عشان برضو وانت شغال. طيب احنا حاطين الكاميرا هنا، لو دوست في اي حته تانية في الفيو بوردز التانية دي هتلاقي ان هو بيغير حد عندها. طبعا انت ما بتشوفش لان الكاميرا هنا اصلا، فانت عايز تتحرك حاجه من مكانها، عايز تشتغل على اي فيو بورد من الفيو بوردز التانية، فانت بتفتح الريندر سيتنجز وتقوم عامل لوك على الكاميرا بتاعتك كده بقى، انت تحرك اي حاجه او تمسك اي حاجه في اي حته تانية مش هيقولك انت بتعمل ايه.